السلام عليكم ورحمة الله، متابعي قناة غيور على الوطن. السنغال أتت بقلب مغطى، فلما عرته وجدته قالبا مغربيا. نسيوا أنهم المغرب هو من يصنع القالب. فهنا نقول لهم: إن أردتم أن تتعلموا الزلق فتعلموه في مكان غير مزلق، لا تتعلموه في مكان يزلق. إنه المغرب يزلق. وورونا القوالب، وريناهم القالب اللي ما عمرهم شافوه في حياتهم. ودابا كي جيناكم مزيان ولا ماشي مزيان؟ شعلوا عافية طفيناها ليهم، وشعلنا عافية اللي ما يقدروش هما يطفيوها. بيني وبينكم هنا كيبان قوة المغرب وسياسة المغرب وحكمة المغرب. استمتعوا بهذا المقطع. مشاهدينا عن هذا الموضوع برحب بمراسل قنوات بين سبورتس مهدي فودي من الرباط. مهدي، مساء الخير. ما هي ابرز ردود الفعل في المغرب بعد القرار المفاجئ مهدي الذي اصدرته لجنه الاستئناف بقبول استئناف الاتحاد المغربي للقرارات السابقه الصادره عن لجنه الانضباط، وبالتالي يعني مهدي اعتبار المنتخب السنغالي منهزم على الورق؟ صحيح نطالي، مساء الخير لك ولنابغ ولكل مشاهدي قنوات بين سبورت. في الحقيقة هي مفاجأة سارة بالنسبة للرأي العام المغربي وحتى للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ربما التي انتظرت طويلا هذا القرار ليعلن أخيرا كمساحة ضوء تعيد ترتيب المشهد إن صح التعبير، الذي كان يحتاج لقراءة أكثر اتزانا من حيث الوقائع، لأنه الوقائع الميدانية تظهر ربما اختلاف في المسؤوليات. انه انسحاب مدرب المنتخب السنغالي وكذلك لاعبي اسود الترنجة من الملعب كانت نقطة التحول، وبعدها شاهدنا الاحداث التي شاهدها الجميع، وبالتالي هي نقطة ضوء في نهاية النفق بالنسبة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي اعتبرت القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط سابقا غير متناسبة مع خطورة الافعال وكذلك مع الافعال التي تمس بصورة المسابقة الافريقية بمبدأ تكافؤ الفرص وحتى بسلامة المشاركين. وهنا اقتبست الجمل التي استعملها الجهاز المغربي في البيان الرسمي حين اعلنه اللجوء الى الاستئناف، وبالتالي هذا القرار ربما يرى الرأي العام المغربي بانه ينصف المنتخب المغربي، ينصف الجامعة الملكية المغربية، باعتبار المنتخب السنغالي منهزما على الورق، بالتالي يسحب منه اللقب، وذلك بعد مخالفة المادتين 82 و 84 من نظام المسابقة الافريقية كأس افريقيا. وشعور من الارتياح بالنسبة للجامعة الملكية المغربية وكذلك الرأي العام وحتى الجهاز المغربي، ربما في مقاربته حينما أعلن اللجوء إلى الاستئناف لم يكن يريد أن ربما يصادر حق المنتخب السنغالي في التتويج أو التنافس بقدر ما كان يطمح إلى تطبيق القوانين ولوائح الاتحاد الإفريقي يعني بالحرف وعلى جميع المستويات ودون استثناء. وفي نهاية المطاف ربما لجنة الاستئناف تستجيب للدفعات القانونية للجامعة الملكية المغربية، وهنا سيفتح نقاش آخر بكل تأكيد. قد يلجأ الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى سلك مصادر قانونية لدى محكمة التحكيم الرياضي الطاس، لكن الواقع اليوم وواقع اللحظة يؤكد بأن المنتخب السنغالي منهزم على الورق بثلاثية بيضاء، وبالتالي يسحب منه اللقب، والمنتخب المغربي هو المتوج بهذه النسخة على الورق إلى حدود هذه اللحظة. مهدي فودي، شكرا جزيلا لك.